لاعبو الاهلي والجهاز الفني يحتفلون بياسر ابراهيم في غرفه الملابس بعد انتهاء لقاء البنك الاهلي. تعرف على ما حدث. حرص لاعبو النادي الاهلي على الاحتفال كده بياسر ابراهيم في غرفه الملابس بعد انتهاء المباراه. الكل تقريبا راح على ياسر وهناه وخده بالحضن وهزر معاه، ولاعيبه كتيره خاصه امام عاشور فضل يرقص مع ياسر ابراهيم، وعماد النحاس برضو ومحمد شوقي راحوا على ياسر ابراهيم وهنؤوه بالمستوى اللي قدمه، لان الحركه اللي عملها ياسر ابراهيم دي حركه عجز عنها كل لاعبو النادي الاهلي طوال المباراه، وهي انهم يكونوا ولو للحظه واحده رجاله مش ستات في الملعب. طول الماتش لاعبي البنك الاهلي كان عندهم رغبه اكبر من لاعيبه النادي الاهلي في الفوز، ودي كانت حاجة غريبة ومش مفهومة. حتى الجهاز الفني بتاع البنك الاهلي كان متحمس كده اكتر من الجهاز الفني بتاع النادي الاهلي اللي كان واقف عماد النحاس ما بيعملش حاجة غير انه حاطط ايده في بقه وفي مناخيره بس كده، ولا اعتراض على حكم ولا اي حاجه. الجهاز الفني بس بتاع البنك الاهلي هو اللي كان متحمس وكان عاوز يكسب وكان بيعترض على الحكم. لعيبه النادي الاهلي معظم احداث المباراه كانوا كده لعيبه نيه طريه عمالين يقعوا في الملعب يتزحلقوا، مفيش كده مسؤوليه. قفشه بعد ما رقص بدل ما اداله اسامه عشان يجيب جون، لا عاوز برضو يتمنظر. امام عاشور عمال كل حاجه يشوط يتمنظر. حسين الشحات يرقص ويتمنظر. لعيبه مش رجاله، ولكن ياسر ابراهيم لما استرجل في كوره ربنا كرمه، عشان كده الكل كان احتفل بيه في غرفه الملابس بعد المباراه.